السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد الكرداوي. يلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. ولا ما نبدأهاش بقى مش فارقة بصراحة، الواحد مخنوق جدا قبل أي حاجة. بس يا ريت صاحبي تدعمني بلايك وفولو للبيج، ولو بتتفرج من على اليوتيوب تعمل اشتراك في القناة وتعمل لايك وشير للفيديو يا ريت. أنا بصراحة يا جماعة مش فاهم إيه اللي بيحصل. أنا مش فاهم أداء النادي الأهلي مش عارف، مش أحسن حاجة. مش فاهم ايه اللي بيحصل. نادي الزمالك يا باشا بيمسي علينا النهارده تمام، وبيتعادل وبيقول لنا يا جماعه الفرق ما بيني وبينكم كان 2 بونت تمام. انا دلوقتي لما اتعادلت خليته بونت واحد، انت اكسب الماتش الجاي يا باشا يبقى الفرق 4 بونت تاني، ما يبقاش 2 بونت. انت لا بترفض الهديه يا باشا، اتفضل خد الصداره بفرق 4 بونت، تقول له لا والله نخلي ال 2 بونت زي ما هم. مش فاهم، انا مش فاهم ايه الاداء بتاع النادي الاهلي ده. ايه الاداء؟ فين الروح؟ فين اللعب على طول؟ فين اللمسه واللعب؟ فين اللعب السريع؟ رتم اللعب بطيء، رتم اللعب بطيء جدا، يخلي الواحد خلاص عايز يجيب اللي في بطنه وهو بيتفرج. ايه يا جماعه الكوره دي؟ انتوا ما اتفرجتوش على كاس عالم يا جماعه ولا ايه؟ ما اتفرجتوش على فرق بتلعب ازاي؟ في ايه؟ قلنا نادينا ان احنا نلعب الشباب، ونادينا ان احنا نلعب رأفت خليل. تنزل لي رأفت خليل ناحيه الشمال، ما هو اشول. انت باشا بتلعب برأفت خليل ناحيه الشمال، وراه علي معلول ناحيه الشمال 2 شول، وبتلعب هناك بكريم فؤاد ناحيه اليمين، ووراه محمد هاني ناحيه اليمين. معنى كده ان اللعيب لما يوصل عند الخط ما هو عايز يرفع محمد شريف. الخطه دي تلعبها لما يكون عندك فرود بيلعب بدماغه، او يكون عندك 2 فراوده، فخلاص تلعب اللي على الهافات برجليهم مش العكسيه، رجليهم اللي موجوده على الخط عشان يرفع اوفر للي موجود. انما انت عايز تلعب حد برجله العكسيه عشان يضم ويشوط، او يضم ويدي سرول لشريف. انا مش فاهم في ايه البطء ده؟ وايه كابتن طارق العشري ده؟ ايه يا كابتن طارق؟ ده ماتش يخنق، الماتش يخنق، وكابتن طارق يخنق اصلا لوحده. إيه، ما حدش قاعد يتكلم مع مارسيل كولر قبل الماتش بدقيقتين حتى يقول له يا كابتن كولر خلي بالك من كابتن طارق بيلعب دفاع متاخر. والهاني سليمان سمج. ايه يا جماعه السماجه دي؟ ايه يا جماعه الماتش ده؟ ماتش سمج، سمجت الدنيا فيه. ولما تلاقي الماتش كده خلاص فك يا باشا الماتش. افكه ازاي؟ افكه يا باشا ان انا اضرب التكتلات بالسرعه. يا جماعه لعبه كره القدم ما هي الا لعبه كسر خطوط. هتضايق الخطوط انا مش عارف اكسرها، خلاص اضايقها ازاي يا باشا؟ العب سريع. طيب ما عنديش لعب سريع، ارمي يا باشا فراوده والعب كرات طوليه. نزل لي حسام حسن ده من بدري، حسام حسن ده ينزل من بدري والعب عليه كرات طوليه، والعب عليه كرات عرضيه. انما انت مفيش خالص، ولا كرات طوليه ولا كرات عرضيه ولا اختراق من العمق. انت تخترق من العمق ازاي؟ طارق العشر عمره ما حد يعرف يخترقه من العمق. لو عملت ايه؟ لازم غلطه. ومستني ايه من الحكم؟ مستني ضربه جزاء؟ مفيش ولا ضربه جزاء من اللي جت. الجماهير بتهيصوا على ايه؟ مفيش اي حاجه، مفيش اي حاجه ولا اي واحده فيها ضربه جزاء. انا مش فاهم لحد امتى هيفضل الاداء كده، ولحد امتى المنافس هيديك فرص عشان تتقدم وانت بتستغلهاش. ماشي احنا دلوقتي لسه اول الدوري والكلام ده وما خسرناش ولا ماتش والحكايه والروايه. طب وبعدين ما نستناش هدايا من حد يا جماعه. الكلام ده مش هينفع، مش هنصبر كتير، صبرنا نفد. كميه ميس باص معموله في الماتش يعني مش فاهم كميه ميس باص رهيبه. احنا لو حسبنا الميس باص اللي طالع من اللعيبه، محمد هاني وهو مش مضغوط عليه بيباصي غلط، قفشه بيباصي غلط، لعيبه كتير جدا كانت الكره بتتقطع منها وهي ما فيش عليها ضغط. انت ما عليكش ضغط يا راجل. نعمل ايه في كاس العالم للانديه يا جماعه؟ لا شوفوا لنا حل. مش ده الاهلي اللي احنا عاوزينه، واحنا بنقف ورا الاهلي لحد اخر دقيقه وفي اي ظرف وفي اي لحظه. بس بالاداء ده يا جماعه سامحوني، الوضع سيء جدا في النادي الاهلي، ومش هينفع نستمر على كده. الكلام ده انا بقوله كتير وبكرره في فيديوهات كتير. استحاله الدوري السنه دي يضيع. الدوري السنه دي لو ضاع هتبقى مشكله كبيره جدا. لازم اللعب يبقى احسن من كده، لازم نلعب كره اسرع، لازم تشوفوا لنا حل يا جماعه. برونو سافيو بيلف حوالين نفسه اكتر ما بيلف بالكوره. لا شوفوا لنا حل يا جماعه. انا مش عارف تشوفوا الحل ازاي، لان انا بصراحه زهقت ويئست من اللعيبه اللي بتلعب دي. ايه ده؟ لا نشوف حل يا جماعه. ما ننساش يا جماعه بس نعمل لايك وشير للفيديو ان امكن، ونعمل فولو للصفحه ولايك عشان يوصلك كل جديد. لو بتتفرج على اليوتيوب تعمل اشتراك للقناه، واستنونا ان شاء الله في فيديوهات جايه. بس ان شاء الله الفيديوهات الجايه تكون احسن من دي، والواحد يكون مزاجه احسن من كده.